طبعا. الفيديو ده بدون مونتاج. آه، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا. يامن وفي معاكم، او بلاش شغل اليوتيوب ده. معاكم يامن علاء. الحمد لله. بصور الفيديو ده في اخر سنة، في اخر يوم من السنة، او مش في اخر يوم بالظبط، لسه يومين يعني، او لسه 3 ايام بمعنى صح. بس النهارده الاربع 28 ديسمبر 2022 الساعة 6 المغرب، 6 و5 دقايق بالظبط لو انتوا شايفين، او 6 دقايق. آه، طبعا السنة دي يعني مبسوط منها بحاجات كتيرة الصراحة. في بدايتها كانت حلوة. مش بطالة. اتعلمت منها حاجات كتيرة. مريت بمواقف، اتعرفت على ناس جدد. أحلى سنة الصراحة، أحلى جزء في حياتي كان جزء في بداية 2022، لأنه كان جزء حلو. مريت بيه في سواء كان في الثانوي أو في القدرات أو تجارب كتيرة. خلينا بس ناكل لب شوية. الصراحة مبسوط باللي أنا عملته. كان نفسي أتكلم. يعني مش مجهز كلام للأسف، عشان كده متوتر. بس كان نفسي أتكلم قدام الكاميرا وأعمل الفيديو ده. أنا دايما بعمل الفيديو ده الصراحة لوحدي، يعني مع نفسي، وبسجله مع نفسي وبحفظه في الجوال. بس قلت إن أنا أجرب حاجة جديدة وأتكلم قدام الكاميرا، وأنتوا تشوفوه يعني، أو تاخدوا رأيكم عليه برضه. الفيديو ده بدون مونتاج. آسف جدا الصراحة، لأن مفيش وقت، وأنا يعني الواحد محشور وعنده اختبارات. أه بس انا الحمد لله اتقبلت في كليه صيدله في جامعه المنصوره الجديده. آه، ابديت عن حياتي بكل تاكيد، اللي انا راضي عن حياتي دلوقتي والحمد لله. بس في بعض الاجزاء نفس الصراحه عاوز اطور من نفسي فيها. حكايه اللي انا بفكر في الحاجات 100 مره، واكيد يعني جالك الشعور ده قبل كده. طبعا هتسالني برضه، انا لابس ليه جاكيتين ورا بعض؟ لان الدنيا برد. يعني الدنيا برد هنا جامد قوي يعني. بس يعني الصراحة قلت ان انا اتكلم، او يعني برضو في نقط كمان عاوز اتكلم عليها. تلاقي الكلام متلخبط. والله انا مش هقدر اعمل فيديو، مش هقدر اعمل مونتاج للفيديو الصراحة. أه الصراحة اتمنى ان انت تكون راضي على القناة. القناة طبعا فيها فيديوهات قليلة، الانتاجية قليلة شوية الصراحة، لان الواحد لسه متعودش على الظروف اللي هو محطوط فيها دلوقتي. أه اتمنى الصراحة في 2023 ان انا اكون شخص، يعني عندي اهداف وعندي حاجات اللي انا احطها قدامي واقدر اعملها في اخر السنه. لان برضو في نفس الفكره، برضو في اخر 2021 حطيت اهداف وما اتحققتش للاسف. بعدها اتحقق والحمد لله، اللي هو لأن انا كنت حاطط امل على القدرات وجبت درجه حلوه والحمد لله اتقبلت في جامعه حلوه برضو. أه بس ان شاء الله لما اكتب اهداف، او محاول اكتب اهداف في السنه الجديده دي، اللي انا اقدر اللي انا اعملها، واقدر اللي انا يعني احاول ان انا اقدر ان انا اعملها الصراحه. اول حاجه بالنسبه ليا ان الشكل ده المفروض يتغير. آه، لان الصراحه الواحد واحد دايما بيزهق من نفسه، وبيزهق من تصرفاته، وبيزهق من حياته الموجوده دلوقتي. بحاول دايما يطور من نفسه. آه، مبسوط جدا ان انا قدمت في اليوتيوب. مبسوط جدا ان انا هكمل، وان شاء الله يعني اقدم محتوى كويس. النقطة التانية، في 2023 في أهداف معينة الصراحة عاوز أحطها. أنا عدت نفس الكلام صح؟ آه آه الكاميرا فصلت. تمام. أنا مش عامل فيديو، مش عامل مونتاج الصراحة الفيديو ده، فأتمنى إن أنتوا تستحملوا، وهو بالكتير إن شاء الله 5 دقايق 6 دقايق. مبسوط جدا اللي أنا الحمد لله لسه عايش لغاية دلوقتي. نعم. اكتئاب شوية، بس يعني الدنيا بتعدي وبتمر. صراحة ما متوقعتش ان انا هتحط في الظروف ديت. الواحد الواحد مستعجب من اللي بيتحط فيه. امور جديدة وحاجات جديدة بتحصل. آه، بس وانا بعيد جدا عن كلمة،
يعني الناس اللي بيقولوا لازم تكون كامل في كل حاجة. الإنسان دايما بعيد جدا عن الكلمة دي. الكمال لله وحده ده أولا. وثانيا صعب إن أنت تستمر على حاجة معينة وتكون كامل فيها بمعنى صح، سواء كان اليوتيوب، سواء كان حاجة في السوشيال ميديا، سواء كان حاجة في دراستك، حاجة في جامعتك، حاجة في المدرسة برضو. بعيد جدا إن أنت تكون شخص كامل في كل النواحي. فكرة إن أنت تخلص جامعتك تروح التمرين وتذاكر وفي نفس الوقت تنام بدري، دي أعتقد ليها صعبة شوية. الواحد لازم يكون يعني شد حيله أكتر، اللي هو لازم يعملها ولازم يستمر فيها، لأن الاستمرارية دايما تكون صعبة. أه بس مفيش حاجة تانية أقولها الصراحة. الحمد لله اللي أنا لسه موجود، والحمد لله أنا لسه حققت حلمي، وعارف إن أنا بخطي خطوة حلوة في أهدافي اللي أنا حاططها يعني. اتمنى ان انتوا شفتوا الفيديو ده، واتمنى ان انتوا تعلقوا برضه على الفيديو ده وتكتبوا لي كلام، اشوف عملتوا ايه في السنه الجديده، وايه الحاجات اللي انتوا عملتوها وايه الحاجات اللي انتوا ما عملتوهاش. بس الحمد لله. ودايما بقولها، ودايما هقولها، ودايما هفضل اقولها الصراحه. دايما كن سعيد، ودايما اسعد نفسك بنفسك، وما تخليش حاجه محبطه في السنه بتاعتك حصلت مثلا السنه اللي فاتت او كده تخليها تأثر عليك. والماضي دايما بيتنسى. تمام. والمستقبل لسه جاي، وقدامنا لسه ايام كتيره ان شاء الله. بس كان معاكم يومن اوفي. اتمنى ان انتوا تكونوا راضيين على المحتوى وراضيين على على الانتاجيه في المحتوى ده، وان شاء الله في هدف اساسي اللي انا احطه في السنه الجديده، ان انا انتاجيتي تزيد في اليوتيوب. ان شاء الله احاول اعمل يعني فيديوهات اللي انا اقدر ان انا اعملها. بس ما تخليش ابتسامه تفارق وشك ولا قلبك. واتمنى انك برضو تحقق اهدافك في يوم من الايام، وتكون راضي عن نفسك في يوم من الايام.